بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله عليكم. اليوم جبت لكم وصفة المبسس المقلي ولا المتقبل المقلية ومعسلة. هاد الوصفة واش رايحين نحتاجو فيها؟ عندي 3 كيلات نتاع سميد متوسط. هنا السميد تاعي رايح للخشين، تقدروا تستعملوا هذاك المتوسط اللي رايح للرقيق كيما تحبوا نتوما. انا هذا كان متوفر عندي، وعندي ملعقة صغيرة تاع ملح. هنا كل كيلة تاع سميد متوسط رايح نضيف لها ملعقة كبيرة نتاع الفارينة، لانه السميد تاعي ما راحش رايح للرطب، نخافو يتحلي في المقله. عندي 2 ملاعق كبار تاع جلجلان محمص ومرحي. هاد المرحله تقدروا تضيفوها، تقدروا تستغنوا عليها. انا نحب الذوق تاع الجلجلان المحمص في المعسلات نتاوعي. دائما في اي هكا حاجه معسله نضيف هذا الجلجلان المحمص في المقروط ولا في المسس ولا في اي حاجه. نكمل نخلط هاد المواد الجافة. بعدها نضيف كيلة مزيج بين الزيت والزبدة. عندي كيلة غير بعتها تاع زبدة نكملها بالزيت. وشنو ما نفيضش الكيلة نتاعي هكا باش نضمن انه البسس تاعي ما يتحليش في المقله. تعرفون البسس يجي شويه حساس على المتقبة تاع الطاجين، لانه راح يتقلى في الزيت، نخافوه دائما يتحللنا. اذا كان عندكم سميد شويه حرش وتخافوه ديروا له الفارينه كيما درت انا. واذا كان عندكم هذاك المتوسط اللي رايح للرقيق، ننصحكم تستغنوا على الفارينه باش يجيكم بس ما يجيكمش يعني كي شغل عجينه. نبسس هاد الخليط نتاعي كيما راكم تشوفوا غير باطراف الاصابع برك حتى يتشرب لي كامل هذاك الدم اللي عندي. شوفوا هذه الطريقه دائما نعتمدها، تعلمتها على ماما. هكذا باش تدخلي كامل هذيك السميد، يدخل كامل فيه هذاك الدم. اقعد هكذا ندير له حتى يبيض الخليط تاعي معايا ويطرى. هنايا بعد ما كملت بسست هذاك العجين اللي عندي، رايحه نبدا نضيف الكيلة تاع الماء. عندي الكيلة مخلطه بين ماء وما زهر. انا درت كيلة غير 4 تاع الماء وكملتها بالما زهر. كل واحد الذوق تاع المزهر، كاين اللي يحبو كاين اللي ما يحبوش. ونبدا نلم في العجين تاعي، وشنو غير بالاصابع تاعكم ما تلموش يعني ما تعجنوش لهاد العجين تاعكم. المبسس ما يحبش يتعجن، يحب غير يتلم فقط. وكمية تاع الماء لازم ديروا بالكم. انا درت نص الكمية. وبعد لميت العجين تاعي وخليته يرتاح كيما راكم تشوفوا هكا. الليمون نخليه يرتاح واحد 10 دقائق حتى ربع ساعة. انا خليته ربع ساعة، تقدروا تخلوه مدة اطول قد ما يرتاح احسن. هنا كنت سخنت الزيت. بعدها رجعت للعجين تاعي بعد ما كان هداك السميد تشرب لي هداك الماء، يكون نشف معاكم شويه كما راكم تشوفوا هنا. هنا نبدا نكمل الكميه تاع الماء اللي عندي، الكيلة تاع الماء اللي عندي. وديروا بالكم الماء ما تكتروش بزاف وما ديروش كميه قليله، يعني هكذا. اذا كان قليل راح يتحل معاكم في المقله، واذا كانت الكميه تاع الماء بزاف كيف كيف رايح يجيكم معجن ويبدا الشكل ما راح يخرج بزاف شباب كامل ويجي معجن. هنا انا كنت درتو في ساشي. من الاحسن اني نعاونكم هادو الساشيات تخدموا خدمه نقيه وما تلصقش معاكم، ولا الحبه تجيكم سهله كي ترفدوها. وخدمت بهذا الطابع كما راكم تشوفوا. ندير الحبه هكذا غير صغيره، حبيت نقدمها انا غير مع لاتاي في الدار. نتوما تحبوا ديروا الحبات كبار كما تحبوا. ونقليهم في زيت يكون على نار متوسطه، ماشي هادئه وماشي قويه، باش يطيبوا معايا جوست. بعدها نحطهم ونقطرهم في الكسكاس غير شويه، ونحطهم في العسل اللي تعسلوه. العسل كنت خففته بشويه ما وما زهر، والعسل اللي يكون بارد، والبسس تاعكم يكون سخون. هاي ليكم هنا بعد ما عسلتهم خليتهم واحد ربع ساعه في العسل، تخلوهم يتعسلوا مليح هكا باش العسل تاعكم البسس تاعكم يجي معسل للقلب. هاي ليكم كيفاش يجي. ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم المعلومه، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه لانها بزاف وصفه بنينه وناجحه 100%، نضمنها لكم. اما بالنسبه للشكل نتوما والشكل اللي راكم حابين ديروه، انا قدمتها غير للدار.
هذا ما كان. ان شاء الله هذه الوصفة تكون نالت اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر.